بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم مقعدا من الجنة. في الحقيقة إذا تكلمنا عن المرأة فإن المرأة كان لها النصيب الأكبر من فساد النظام السابق، فقد وقع عليها مشكلات كثيرة، وازدادت مشاكل المرأة في عهد النظام السابق. فإن من مشكلات المرأة مشكلة العنوسة. مشكلة العنوسة التي تتراوح ما بين 9 مليون إلى 13 مليون عانس في مصر. ومشكلة المرأة المعيلة 47% من المرأة 47% مرأة معيلة، أي 47% من الأسر المصرية تعولهم امرأة. و2 مليون أطفال شوارع، و2.5 حالات طلاق، أغلبها من الزيجات الحديثة. وإن حزب الحرية والعدالة يكرم المرأة كما كرمها الله سبحانه وتعالى، ويعمل على حل مشاكل المرأة. فمشكلة العنوسة التي نحن بصددها فإن رؤية الحزب في حل هذه المشكلة أنه سوف يبني مساكن للشباب المقبلين على الزواج، وأن يجد فرص عمل مناسبة لهم بحد أدنى وحد أقصى للأجور. وسوف يعمل إن شاء الله على تفعيل مشروع القرض الحسن للمقبلين على الزواج، ورفع الضرائب عن المتزوجين، ودعم جهاز العروسين الغير قادرين، وإنشاء مكاتب الزواج بالمدن الكبرى، وتطهير الإعلام الذي يهدم بتعليم الإسلام ليل نهار، الإعلام الذي يزين الرذيلة. وأما بالنسبة لمشكلة الطلاق فإن حزب الحرية والعدالة يضع حلولا كثيرة لهذه المشكلة، ولكن لا يتسع المقام إلى ذكرها. فنأخذ على سبيل المثال عمل دورات تأهيلية للشباب المقبلين على الزواج، تدرس في السنة الأخيرة من الجامعة، وتدرس في السنة الأخيرة من التعليم الفني، وتدرس أيضا في فصول نحو الأمية التي هي أيضا مشكلة من مشاكل المرأة المصرية. وأن في هذه الدورات يدرب فيها الشباب على تحمل المسؤولية ومعرفة كل منهم بحق الآخر، والتربية على القناعة والرضا والواقعية. وأما رؤية حزب الحرية والعدالة بالنسبة لمشكلة أطفال الشوارع، سوف يبني لهم مدارس تأهيلية ومساكن للإيواء. من الذي يدرس في هذه المدارس؟ هم علماء الدين وأطباء نفسيين وتربويين ولجان من حقوق الإنسان، حتى يتم تأهيلهم تأهيلا جيدا ويكونوا أفرادا صالحين بأن يندمجوا في المجتمع، فيجد لهم فرص عمل بعد ذلك، حتى يكونوا أطفالا بنائين لا هدامين، حتى يتصفوا بالموضوعية لا بالعنف، ونتقي شرهم فإنهم قنبلة موقوتة. إن الذي حرق المجمع العلمي هو حرق بأيدي أطفال الشوارع استخدمهم فلول النظام، فإنهم
هيا يا أختي الكريمة، هيا نبني مصر، هيا نطهر مصر كي نحيا حياة كريمة كما أرادها الله سبحانه وتعالى لنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله